بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله لا إله إلا الله يا أسماء الرحمن يا رب العالمين. أسماء آمين آمين آمين. يلا عياش. يا رب إذا قلنا فيها نصيب قوينا لحتى نفتح هاي المدرسة. يا ربي دخيلك ترجع لنا ابني إبراهيم. عم بتوجه إليك بنية صادقة يا ربي، نيتي صادقة يا رب. آمين. الله يتقبل منك يا ابني. يا رب أنت سامحني يا الله، سامحني يا ربي. أنت الكبير يا الله يا عزيز، دخيلك سامحني. زيدان، طارق، زيدان وين كنت مختفي؟ ما مشي الحال يا طارق، أنا خسرت. زيدان ليش متعب حالك لهالدرجة؟ هي شوفي، ليش وردة ما سامحتك؟ ما قالت لك روح أنا مسامحتك؟ قالت، بس ما تغير شي يا طارق. أنا لسه عم شوف حالي بين الأشقياء. خسرت يا طارق، أنا خسرت يا طارق. بيوم من الأيام شيخنا الجليل إبراهيم رفقاته هجروه وبلشوا يتركوه لحاله، وما حدا ساعده أبدا. كان مريض بس كان يضل يصلي دايما وما كان يقدر يقوم. فاثنين من أتباعه مرة اجوا لعنده قالوا له يا حضرة الشيخ بدنا نسألك عن شغلة. معقول نحن مو مناح؟ حاسين حالنا منضل شقيانين طول الوقت، ليش هيك عم بيصير معنا؟ وصاروا يبكوا لأنه وضعه للشيخ كان أسوأ من وضعهم بكتير يا زيدان. اطلع فيهم الشيخ وابتسم وهن انربط لسانهم، بس قدروا انهم يكملوا كلامهم. قالوا له حضرتك عم تشوف حالك بيوم القيامة بين الناس الأشقياء يا شيخنا، قلنا عم بيصير معك هذا الشيء اللي عم بيصير معنا، ولا بس نحن التعساء بالدنيا والآخرة؟ جاوبهم الشيخ بكل هدوء ورصانة، قال لهم إلي 40 سنة عم شوفها بس ما في باب تاني لأدخل منه. أنا بصبر وبإصرار ورح أضل عم انتظر على هداك الباب، ولحد اليوم يلي رح يتسجل اسمي فيه بين السعداء والشاكرين ما رح أغير موقفي أبدا، ولا رح أيأس، لأنه الرحمة ما إلها حدود أبدا، والله خلق العقاب من الثواب فلا تيأسوا أبدا. زيدان ما في باب تاني منوب، ما في باب تاني أبدا، وإذا مو منيح بيضل علينا أنه نوقف على هذا الباب. وإنت كمان بنفس الوقت يا زيدان قوم بقى، لا بقى تفقد أملك بأنه بيوم من الأيام رح ينفتح هذا الباب بوشك، لابد أنه ينفتح. الله يرضى عليك يا طارق، الله يرضى عليك. هديت النار اللي بقلبي، ليش في باب تاني لحتى واقف قدامه؟ أنا كمان رح ضلني واقف على هذا الباب لحتى أتسامح. حتى لو ما تسامحت خليني أحترق على هذا الباب، رح أحترق على هذا الباب.
تعال يا زيدان، يلا قوم. يلا تعال كل الأم معنا. لا طارق، انت روح. أنا بعرف شو لازم سوي هلا. بعرف طارق. الله يرضى عليك. الله يحميك يا طارق. وانت كمان. الله يكون بعوننا. معلم، معلم، يا معلم، معلم قادر مو هون. هرب هالسافل. دورتوا عليه منيح؟ دورنا معلم ما لقيناه. دورنا مطرح ما كان نايم، مو هنيك. لازم نلاقيه. معلم برأيي عم ندور على الفاضي، بيكون راح لعند عمر آغا، أو بيكون هو خطفه، أو بيكون حابسه بشي حفرة. سكر تمك، هذا مو ناقصينا. لازم نكسب هاي المباراة يا شباب، حتى لو بدون قادر نحن مضطرين انه نكسبها. يلا امشي. شو بدنا نعمل هلا؟ ايش شو بيعرفني؟ معلم هاي عزة اجا. يا معلم، ولا بأي مكان. انضم لفريق عمر آغا. لك هاد ما بينعدل ابدا. دم الكلب اعوج لو حطوه ب100 قالب يا معلم. ليك السافل. نعم على الله خير. يصفى لسه في واحد ناقصنا. شو رح تعمل طارق؟ أخي طارق، أخي طارق، أنا بعرف أركب خيل إذا بدكن يعني. لك بنتي، انت مرأة مو حلو بحقنا هالشي. ايه في خطر عليكي ثار خانم، هذا شغل رجال. والله ما عنا حل تاني يا ابني. اصلا نحن كتير ضعاف بالنسبة إلون، واذا طلعنا كمان ناقصين رح نخسر بدون ما نلعب. معك حق، مزبوط يا أغا. يلا سهر، انتبهي لحالك. المنضمين بآخر الدورة من ضيعة ساغار سوي، الغالب بهاي المباراة راح يكون هو المتصدر. الغالب بهاللعبة من هلأ معروف، بس يلا بلشوا بهاللعبة. عزفوا يا أولادي. قادر السافل، العمى شو خاين، لك العمى بعيونك ما بتتغير، ولك ما بكون ابن أبي إذا ما بغلبك يا سافل. يلا ابني يلا. يلا عبدو.
حلال عليك. لك هي رمية هي. يا هيك الرميات يا بلا. الله يلعنك. لا 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 لا. برافو عليك. برافو حلال عليك. يا حرام يا حرام يا حرام. ها انت 7 يا طارق، 7. برافو برافو. الله لا يعطيك العافية. ولك هي رمية هي. برافو يا طارق. حلال عليك يا ابني، حلال عليك. عمل لك شو اللي عم يصير هون بالله؟ لك هدول امبارح ما كانوا عم يعرفوا شيء. امي يلا سهر هلا دورك. يلا اركضي يا بنتي. هيك ها؟ هي حبيبتي أنا يا جماعة. الله لا يعطيكم العافية. برافو عليك. الله يسلم ايديك وكلكم. النتيجة 7-6. شفت شلون؟ سهر حبيبتي. شفتوا؟ طلعت بنت. والله قلبي كان حاسس. سهر انت منيحة؟ انت منيحة؟ شفتوا؟ يا الله ما عليها. شفتي؟ معقول طلعت بنت. والله حلال عليها. هاي كانت حيلة. هاي رمية غلط. هذا الحكي مو صحيح. ما كان في حيلة. حلال عليها. ولا لما بتحتال علينا ببنت هيك بده يصير. أخي طارق، أنا بدي كمل. لا سهر، الله يوفقك، ما رح تكملي بهالحالة، بترجاكي. بدنا استراحة. تعي لهون، ارتاحي شوي. يلا حركي لي ايدك لشوف. رح نطلع بدون سهر يا شباب، بس مع هيك ما لازم نخسر. يلا يا شباب يلا يلا. ليش هاي المباراة رح تتم من دوني أخي طارق؟ علوش مو معه يا علوش. شو عم تعمل هون؟ كيفك؟ كان عندي شغل هون. عرفت انكم هون، قلت بمر عليكم. علوش اهلا وسهلا. اشتقنا لك. يا هلا. اهلا وسهلا، اهلا فيك. علوش اهلا وسهلا. علوش مو هيك؟ معلم طارق سميناها ديالا، بتبوس ايدكم. ما شاء الله ما شاء الله. الله يحميك. ما شاء الله. خلوا المباراة تخلص وبعدين بنحكي بالبيت. كنت عم بتفرج على المباراة قبل شوي، بلعب أحسن من قادر. ها ها يلا ما شاء الله. يلا. تبع بنت تبع والله. ما شاء الله. والله انتوا استاهلوا. الله يكسر ايديك.
وعلوش. يلا روح روح يلا. برافو عليك يا علوش. طيب والله ما في منك تبع بالتبع. مبروك عليك. شكرا. برافو عليك. هذا هو حبيبتي يا ماما يا ماما. برافو عليك ابني، برافو بيضنا. يعني هلا بقدر اخذ زهر مو هيك؟ لا تضلك اللي سهروا لك، انا لقيت البنت اللي رح اخذ لك اياها. لا امي لا، والله ما في، والله انا مو هيك. معقول تنقي لحالك؟ اذا ما زوجتني زهر، يعني اذا انا ما تزوجتها قصدي ما بعيش. والله بتقبريني يا امي، لا تعملي هيك معي. الله يوفقك، انا بحب زهر، انا مولع بزهر، يعطيكم انا العافية. الهوى تبعي زهر. الله يسلمك. انا ما شكراً. بقدر يا ماما. وقف ابني، ليك تطلع عليها، هي البنت اللي رح اخطب لك اياها. بنتي انت شو اسمك؟ قولي لشو. سلطانة. سلطانة هي اسمها. قلت لي سلطانة؟ مو هيك يا سلطانة خانو؟ إيه شو بدي اعمل انا بقى؟ بلا سهر باخذ سلطانة، شو الفرق؟ ما دام انت مصرة يا امي لهالدرجة مستحيل يكثر بخاطري. سلطانة بنتي، اسمعي شو رح اقول لك منيح. اذا امك وابوكي قالوا ايه تقبلي تتزوجي هذا المجنون؟ امي مو معقول بدك هيك مع البنت، عيب والله. انت ست مقدرة ومحترمة ومو حلو بحقك ابدا. روحي جيبي لها علبة شوكولا وبعدين بنروح بنطلب سهر. قصدي بنطلب سلطانة خانم. ماشي يلا امي، ماشي يلا ماشي خلصينا. ابني. يلا بسرعة، يلا ماشي. بسرعة، الله يرضى عليكي. عزو لك انت شو عم تعمل؟ مشي الحال سلطانة، الموضوع محلول. من هلا ورايح ما عاد في سهر، خلص من اليوم ورايح في سلطانة. اساسا في مثل عن السهر بيقول نام بكين وفيق بكين وشوف الضحكة كيف بتصير. مو معقول هذا اللي صار ابدا. عمر آغا، يلي طلبته صار وغلبناك. رح تعطي الأراضي مثل ما وعدت. ما انتوا استخدمتوا الحيل، ولا تنسوا دخلتوا واحد من برا. ما كان في لا حيلة ولا غيره. بالأصل أنت اللي عملت الحيلة، علمت رجالك إنهم يرموا غلط وصبتوا واحد من المتبارين، وإذا ما وفيت بوعدك لا عاد ترجينا وشك بالضيعة. كان في حيلة باللعبة. أراضي بتعرفوها منيح، ما بعطيها لأي حدا. وليكو نص الطابو معي أنا، شفتوه بعينكم. ما هيك؟ بعدين انتوا لا عاد تأرجوني وشكن هون، لأنه رح يصير دم. وانت على الأغلب ما بدك دم هون، ما هيك؟ عمر آغا، اللي عم تعمله اسمه وساخة، وكرمال اخذ هي الاراضي عملت شي ما كنت متوقع اني اعمله ولعبت معك ركبي. اذا الظن اللي عم تعمله ولو قرب مني شوي ما رح تكون مبسوط. منيح منيح انك ذكرتني. تمام ولا؟ انت اللي جبته لحالك، وانا بعرف شغلي معك. امشي ولا؟ حاولني لشوف. شو عامل هالواطي؟ لك الرجال بيوفق وقته. ما شاء الله، الله يحملكم اياها يا اخي. والله بتشبه العيون مثل عيوني. ايه معك ها. الله يعطيك العافية. ما شاء الله. العمى ولك هي كثير ثقيلة ولا؟ اخ يا ظهري، لا تخلوا حدا يشتري. عملت حيلة صغيرة يعني هيك. حيلة شو لا؟ ربطت على راس الرمح مغناطيس صغير وقوي كثير، واجيت حطيت بهدول حديد. ولك ليش عملت هيك يا وسخ؟ طيب ما دام عمر اغا رح يحتال، مشان شو؟ مشان مال الدنيا. بس نحن كرمال شو عم نحاول؟ كرمال المدرسة. انا عملت هيك كرمال هدف نبيل. هلا اسمعوني، لا تقولوا للمعلم هلا بيقول انه حقه مدري شو وبيخلينا نعيد المباراة. أغا ما اعطانا الاراضي. تفضل، انا قلتها. هذا الرجال واطي. عن جد هذا الرجال هذا الموضوع واطي. ما راح ينحل بالحسنى، رح نرجع للوضع القديم. منفجره. انتوا سايروني شوي، وانا بعرف منيح الشيء اللي رح اعمله معه. شو رح أنا تعمل؟ شو رح تعمل؟ لك شو رح يعمل؟ لك وقف. رح يخوف. وين رايح وين؟
مين في هون؟ ما في داعي تجعر هالشعير كله، فهمان؟ هلا اطلع منيح، شوف رجالك ما تركت حدا وراي. انت مين يا اخي؟ انت شو بدك مني؟ انا جلادك اللي بده يموتك، وبيقولوا عني كرمو. تعرف شو السبب؟ لانه ما بعرف عدد الضباط اللي انا شختهم لما كنت عنصر بالتنظيم يا عمر اغا. انا واحد مجنون ها؟ الروس اللي بقطعها بعمل منها شوربة، والباقي بكبه للكلاب، وبعدين بعزم العالم الباقية على الشوربة. فهمت شو لك؟ ها؟ فهمت. الدكتور اللي بعتك مشان تهددني، ما هيك؟ ما عنده خبر اني انا هون، اصلا ما بيسمح لي اعمل هيك. بتعرفوا انا اجيت من حالي، عرق الجنون حرك جواتي فاجيت. ما بستحمل الظلم بنوب، مفهوم؟ قلت نعمل مباراة وربحنا المباراة، وإذا ما رح يكون بالحسنى فرح تكون بطريقتي الخاصة، فهمان؟ هديك الأراضي بدك تعطينا إياها كرمال المدرسة عمر آغا، وإلا بكرة بالليل كمان رح أجي، وعلى الباب مو 100، إذا زرعت 1000 رجال أنا رح فوت لعندك، ومن دون ما حدا يدرى فيني رح موتك. والله مستحيل تاخدوها، ما بتخلى عن أراضي. إذا بدك فكر مرة تانية عمر آغا. إيه؟ خلص وعد تاخدوها، رح تاخدوها، رح أعطيها، وعد مني رح أعطيها، رح تاخدوا كل الأراضي. برافو عمر آغا، برافو. لا لك الحول. ولا الدوية، ولا لك الحقوا لك في حرامي هون، لا العمى لا لك في حرامي. وين شوف يا عمر اغا، وين كنتوا انتوا؟ ولك الرجال دخل لنص البيت وما في حدا منكم منعه، لك لولا شوي كان قطع لي راسي. وينكم؟ يا الله، لا هذا الرجال ما راح يتركني بحالي بنوب، والله بيقطع راسي بمص دمي. راح اعطيهم هذه الاراضي واخلص منهم. شو هذا يا اغا؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ ما كان في حقل الغام هنيك؟ رح تزرع هنيك كم واحد، بوم خلصت من الدكتور والباقي سهل. لا لك عفارم عليك، هلا انت بتحل موضوع اللغم؟ ممكن انا كمان حل الموضوع. ايه ما في فرق، واحد منكم يتصرف بهالشي. منحل الموضوع مع بعض. خلصوا لي هالموضوع اليوم، انا كمان بكره الصبح رح روح وقول لهم انه الارض الكم وهيك بنغدرهم. لا فيقوهم لهدول، فيقوهم ساعدوهم، يلا بسرعه. علوش خد هي تعطيها لزهرة هدية الولادة. بأصعب أوقاتنا كنتوا جنبنا، ما فينا نوفيكم ديونكم. استغفر الله، شو عم تعمل انت؟ هالحكي عيب بين الاخوات، نحن عملنا يلي علينا والله يقدم يلي فيه الخير. اذا جيتوا لهون رح تلاقونا موجودين. الله يخلي لنا اياكم، ادعوا لنا بالتوفيق. الله معكم. موفقين ان شاء الله. خاطركم. معلم بدي بشارتي، عمر آغا بده يحكي معك. يلا خلينا نروح. يلا.
السلام عليكم. وهذا اللي صار. السلام عليكم. وعليكم السلام. شوف دكتور، أنا امبارح بالليل شفت منام وضميري مو مرتاح أبدا. من هلأ الأرض إلكم، ابنوا مدرستكم. بس عندي شرط واحد، رح تعملوا المدرسة باسمي أنا، مدرسة عمر آغا. تمام؟ تمام، مثل ما بدك يا عمر آغا. الاسم مو مهم، المهم المدرسة تنفتح. ايه دكتور، لا تنساها، مدرسة عمر آغا للمرحلة الابتدائية. عز الدين آغا راح على المنطقة؟ ايه معلم، راح. ما دام هيك معناتها بنروح لهنيك وبنكمل شغلنا. يلا امشي. جيع جيع. ايه شو عملتوا لشوف؟ تمام؟ تمام، موضوع الدكتور انتهى. الأرض رح تكون قبر لهالواطي، رح تكون مزار الدكتور طارق. أبي يجي زوار كتير معه وبنكسب مصاري كتير من وراه وبندخل بسبق الخير كمان. ما تاكل هم حلو. أبدا. محلولة. ممتاز. ايه؟ ها؟ ليش ما عم ينفجر هذا اللغم؟ ايش بعرفني؟ مرحبا يا شباب. شو؟ شو صار؟ كان لازم ألغامكم تتفجر مو هيك؟ إيه لا تواخذوني. ليك الواطين ليك حطيتوا عيونكم على شغلته العزو. ها اذا رح تنفجر قنبله هون رح يكون عزو مسؤول عنها. انا بورجيكم يا كلاب. شو عم تطمنوا على الالغام اللي زرعتوهم هون؟ ها؟ لك انا ما زرعت لا لغم ولا غيره. رح تكون هيدي هايتكم. يلا امشوا لشوف. يلا يلا عمر آغا. يلا تحركوا. حركوا. تعيشوا تاكلوا غيرها. الله يكتر يلا عمر آغا امشي. اهلين بالاغا والله. تنضرب بها الراس. ليك على هالموقف اللي حط حاله فيه. يا دكتور قل لك شي كلمة لرجالك هدول. رجال مثلي بيحب الخير، ليش عم يبهدلوني هيك؟ امشي لنشوف يا اغا، لنشوف اذا الارض ملغمة ولا لا. يلا. لك اللغم شو؟
أنا ما عندي خبر عن اللغم أبدا. هذه الأرض كانت مزروعة ألغام من قبل، وهلأ رح تصير مكان المدرسة. يلا امشي لشوف، يلا لشوف، يلا يلا بقى، يلا يا حبيب، يلا شو عم تعملوا؟ يلا 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 قادر حبيبي، يلا 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 دادي، يلا يلا. شو هذا؟ قولي يا عمي، يا عمي شو هذا؟ شو هذا؟ لك نعم شو هذا؟ شو هذا؟ بيستاهلوا. يعطيك العافية. اجوا عن وقت، مثل البرق اجوا والله. اهلا، احترامي سيدي، الالغام هون ممكن تستلموها. تفضلوا شوفوهم، حتى استلموهم فورا، لانه صراحة كابسة نفسي اني افجرهم. خذوهم اذا سمحتوا. لا تتركوني، انا ما عملت شيء. خذونا على الجيب بسرعة. لحظة، اتركوني، أنا مالي أي ذنب. هي الأرض إلي، ما بدي أشوف حدا منهم هون. وهالمدرسة ما رح تنفتح فيها. عم تحكي على الفاضي يا عمر آغا. أنا لقيت الطابو القديم، الطابو اللي بيثبت ملكية جدي. الوراق اللي بإيدك كلها مصالحة، لأنه اللي معك ما لهم طابو، مو هيك؟ وانت حطيت عليهم أسماء شهود بالكذب، وهلأ معنا الطابو اللي راح اقلع لك عيونك فيه. وهالأراضي من اليوم ورايح راح تكون لمدرسة الخالي إبراهيم للتعليم الابتدائي. دكتور، لك دكتور، لك هي الأراضي إلي. يلا والله ما بعرف شو اللي عم يحكي عنه. والله زعيم حطوه بمشفى الأمراض العقلية مرة تانية، ولما تبين أنه ماله مجنون دخل السجن، وأكثر من مرة حاول الانتحار. بس هو ما كان يموت. طلع من الحبس، وباليوم يلي قال فيه أنا حر إجا شخص وقوصه من بعيد ومات زعيم. قادر انحبس لسنتين، بس أبدا ما عقل. اتورط بمشكلة بقلب السجن، وعلى إسرة تمددت محكوميته للمؤبد، ولساته لهلأ بالسجن، ورح يضل بالسجن. أما علاء ما طلع من ضيعة صارصه أبدا، واشتغل لمدة سنتين لحتى تفتح المدرسة. من جهة درس الثانوية وخلص الجامعة، ومن جهة تانية صار أستاذ بالمدرسة يلي بصارصه. أما عدنان فبالرغم من أنه الأطباء قالوا أنه ما رح يضل عايش كتير، عاش سنين طويلة مع مرض السرطان، وبصباح يوم إجا على صارصه. بيجوز كرمال يطلب السماح، بس ما قدر أنه يوصل. السلاسل يلي بقلبه ولا بأي وقت قدر أنه يكسرها، وعلى الرغم من ألمه الكبير كان طالب الموت، بس كمان ما كان يقدر يموت، ولا أي مورفين كان قادر أنه يخفف من ألمه. صوت وجعه وآلامه كانوا واصلين لنص الضيعة، بس هو ما كان يقدر يصل لها أبدا. كان بس بده يطلب السماح وما قدر عليه، وبعدين لقوه ميت. أما زيدان ضل عم يبكي لسنين، ولا بأي وقت عرفنا وين ممكن يكون. آخر مرة شفته فيها أكلنا لقمة سوا.
وما عاد شفته مرة تانية أبدا. طلع عنه أساطير، ناس قالوا إنه تصوف وناس قالوا إنه صار ولي، بس ما كان له مزار حتى. سهروا عزوا، أقنعوا أهلهم وتزوجوا. عزو ما تخلى عن التفجير أبدا حتى بيوم عرسه، وطبعا اسمه ضل عزو المجنون. صار عنده أولاد كتير كتير حلوين وأذكى منه بكتير، وعاشوا مبسوطين طول الوقت. شوف ابني، مرة كانوا رابطين واحدة من هذا التصميم بخالتك ديانا، هلا شو رح تعمل؟ رح تلحق الأسلاك، تمام؟ امشي معي، يلا. ليك، مو الأخضر، السلك الأحمر، تمام؟ يلا مع بعض، لما بقول 3 1 2 3 شو صار هلا؟ اخترنا السلك الغلط. ايه خلص بابا. يلا امسكوا منيح عياش، يلا أخي امسكوا منيح. ولك ليش أنا دائما للحمل يلا يلا عياش. كرموا وعياش لقوا لحالهم بنات مناسبين وتزوجوا، وما طلعوا من صارصوا أبدا، لا هن ولا أولادهم. وهلأ منجي لعنا. المدرسة إيد بإيد فتحناها والحمد لله. الله يخلي الأصدقاء، وطلبنا فتح جامعة قريبة من الضيعة كمان، بس إبراهيم ما إجا. وديالا ما فقدت الأمل أبدا، وضلت ناطرة عند هداك الباب، ولساتها مؤمنة برجعته بيوم من الأيام. ولك وسط وسط بعيد وسط. عليك العافية يا ابني، قوم. أنا كمان أول ما أجيت كانوا مجهزين لي ترحيب مثل هذا، بس تعلمت بعدين إني ما خاف منه، وإنت رح تتعلم. بس أنا ما كنت بعرف أقول بشت مثلك. خير ابني، لوين رايح أنت؟ جاي لمدرسة الخال إبراهيم، أنا أستاذ اللغة التركية وجاي من شمال العراق. بس المدرسة صارت تحت، رح أضل ماشي لنهاية هذا الطريق. أنت حضرتك طارق كايا؟ أي نعم. أنا إبراهيم أبي. إبراهيم سنين وأنا عم دور عليكم، بس فقدت أثركم، وقالوا إنه محتاجين أستاذ هون. كانت الفرصة الوحيدة إلي. أنا رجعت أبي. لسنين طويلة حاولت ما أنسى وشك. أنت ما تغيرت. أنت تغيرت كتير يا إبراهيم، كتير. مستحيل كنت رح أعرفك. وأمي، كيف أمي؟
أنا رجعت أمي. أمي يا ابني. حبيبي. وأخيرا إبراهيم رجع لنا. الشيخ كان معه حق، المدرسة يلي رجعته. لو ما انفتحت المدرسة يمكن ما كان رجع أبدا. سبحان الله. إبراهيم، ليك هي أختك كمان، نيف بهار. كلياتنا اجتمعنا على قبر الشيخ إبراهيم. الشيخ إبراهيم يلي عطى قلبه للكل، الشيخ إبراهيم يلي كان خايف على الضيعة، الشيخ إبراهيم يلي هو قلبه ضمير الضيعة. كان دائما يترجى رب العالمين إنه الله يحمي هاي الأرض وما تنزل قطرة دم عليها. الله يحميها لهاي الأرض.